كده تبقى عرفت سبب جديد يخليك مطمن وانت بتشتغل في دريم واي. صباح الفل عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اتكلمنا قبل كده عن اسباب تخليك تطمن وتدخل في دريم واي بقلب جامد. النهارده هوضح سبب من الاسباب ديت كنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. انك بتقبض المكاسب بتاعتك عن طريق فيزا بنكيه بيتم اصدارها باسمك. شركه دريم واي تعاقدت مع شركه دبي. شركه دبي اصلا في اتفاقيه بينها وبين بنك اي بي سي، انا شرحته في تفاصيله في الفيديو اللي فات. وبالفعل بقالنا سنة تقريبا كان كل المشتركين معانا أي حد بيسجل جديد خلال 15 يوم بيتم الاتصال بيه عن طريق البنك، وبيتم توصيل ليه كارت بنكي من شركة دبي. ده شكل الكارت اللي بيوصل لكل واحد عشان يقدر يستلم عليه المكاسب بتاعته. خلال الفترة اللي فاتت اتعاقدنا كمان مع شركة فوري، طبعا مش محتاج أتكلم عنها ولا أوضح حجم تواجدها في مصر عامل إزاي، وإنها رقم واحد في أكبر شبكة مدفوعات إلكترونية في مصر كلها، بالتعاقد مع بنك مصر والبنك الأهلي. تم إصدار أول مجموعة من الكروت البنكية بنفس الشكل ده اللي هو الكارت الأصفر، لو حد مطلعه من فوري بشكل عام يعني، عشان تقدر تستلم عليه كل المكاسب بتاعتك والأرباح برضه بشكل أسبوعي. واحد يقول لي طب أنا هينزل لي العمولة هنا وبتنزل لي عمولة هنا؟ لا، هتنزل لك يا هنا يا هنا، وهتوصل لك في الحالتين رسالة بالمبلغ اللي نزل لك عمولة، وانت بالفعل اصلا عارف عمولاتك عاملة ازاي، لانك بتتابعها معانا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بشركة دريم واي، ومن خلال حسابك البنك حسابك الموجود على الموقع ده. ده غير كمان ان مع الكارت الاصفر اللي هو الكارت الخاص بشركة فوري، انت من خلال الابليكيشن بتقدر تعمل كل المدفوعات بتاعتك، وبتتابع عليه كمان الرصيد بتاعك واي حركات اضافة رصيد او عملت اي عمليه مدفوعات منها. نفس الكلام برضو مع شركه دبي، حاليا ملهاش ابلكيشن، لكن عن طريق الخدمات الاس ام اس بيجيلك رساله انك جالك ايداع بمبلغ كذا او سحبت مبلغ كذا. ده غير كمان ان مفيش اي عمولات بتطبق نهائي على الكروت دي. يعني انت لو ليك عموله 1000 جنيه، هتلاقي ال 1000 جنيه نازله لك صافيه زي ما هي في الكارت، وتروح تسحبها من اي اي تي ام زي ما هي. حتى لو مش هقول لك هتسحبها، هتعمل بيها مدفوعات. عاوز تدفع كهرباء، تدفع ميه، تدفع غاز، تشحن تليفونك، تدفع اي فواتير، اي مدفوعات بشكل عام هتدفعها بدون ما تحمل اي رسوم اضافيه. دي كلها اسباب هتخليك برضه مطمن معانا وانت شغال في دريم واي، لان التعامل كلها عن طريق بنوك، فمفيش اي تلاعب ولا في اي حاجه تخليك قلقان من حاجة زي كده، ولا تقول أصل المحفظة وقفت أو حصل كذا أو من الأسباب كتير اللي بنشوفها منتشرة على النت. بسرعة شوف فيديو الشرح لو لسه مشفتوش، ولو جاهز تبدأ كلمني فورا على الأرقام اللي هتظهر قدامك على الشاشة، ومنتظركم.